السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض زي ما بيقولوا كده فطيرة ستي أو فطيرة والدتي اللي كانت بتعملها لنا زمان. طبعا أم شوكولاتة دي بقى دي الاختراع بتاعي. الفطيرة دي كانت ستي ووالدتي يعملوها لما نكون حاطين قشطة، محوشين قشطة وهنعملها زبدة، بيربوا القشطة وبعد كده اللي بيطلع منها بيعجنوا بيه. بس انا النهاردة كنت عاملة جبنة قريش في البيت وده الشرش بتاعها فهعجن بيه. حطيت الدقيق وحطيت عليه معلقة سمنة وحطيت بقى ايه شوية ملح وحبة سكر صغيرين وابتديت اعجن بالشرش بتاع الجبنة القريش. بس على فكرة انا مش حاطة فيه ملح، انا عاملة الجبنة القريش من غير ملح. دفيته شوية وعجنت بيه. هفضل اعجن لحد ما الاقي العجينة ملسة كده معايا وناعمة واتلمت من ايدي خالص واتلمت كمان من الطبق بالشكل ده. هسيبها بقى ترتاح يعني ربع ساعة ولا حاجة، وبعد كده احط بقى ايه شوية دقيق وابتدي اقطعها. بعملها كور على قد ما انا الحجم اللي انا عاوزاه، يعني عايزة رغيفة صغيرة عايزاها كبيرة براحتي. اهو حطيت بقى ايه شوية دقيق كده وهبتدي افرد. طبعا انا بعد ما قطعتها سبتها ترتاح 10 دقايق وابتديت بقى ايه احط كده شوية دقيق من فوق ومن تحت بس يكون دقيق خفيف، وابتدي افرد بالسمك ايه يعني لا تخينة قوي ولا تكون رفيعة قوي. واللي انا بفرده بحطه على صينية او على حاجة عشان ما يريحوش على بعض. بس عقبال ما اعمل كام واحدة عشان لما اولع الطاسة اشغل الطاسة ايه الزيت ما يبقاش بيسخن على الفاضي، يبقوا جاهزين للقلي. اهو بالشكل ده فردت اهو. الزيت بقى سخن بس مش سخن يعني اتحرق، لا سخن كده يقدر يعني تقلي فيه على طول. ورحت حاطه واحده واحده تقليها كده وتخلي بالك ان لونها يبقى فاتح وجميل. بصي المنتفخه دي اللي هي تعتبر ريحت شويه، كل ما بيقعد يعني مفرود شويه كل ما تلاقيه كده ايه انتفخ كده وبقى جميل. هتقلي بقى تاكلي جنبه بقى جبنة، تاكليه بمربى، تاكليه بسكر، تاكليه كده من غير اي حاجة خالص. طعمه جميل جدا وهيعجبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله.